الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصفون وجه النبي تحديدا، فيقول كعب: إذا سر صلى الله عليه وسلم استنار كأن وجهه قطعة قمر. يقول أبو هريرة: ما رأيت أحسن من وجه رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس بن مالك: كأن وجهه ورقة مصحف. ويقولون أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم: كأن وجهه المذهبة صلى الله عليه وسلم. ويقول حسان: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وتقول معبد الخزاعية: أبلج الوجه ظاهر الوضاءة صلى الله عليه وسلم، أي أنه حسن وجمال ومضيء ومشرق. ويقول كعب: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستصغى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى وعصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم.